أهلا مسا على كل الأهلاوية. حابب النهاردة أتكلم معاكم يا جماعة بعد قرار مجلس إدارة النادي الأهلي. طبعا احنا بنشيد بقرارات المجلس الإدارة وبندعم محمود الخطيب على أي قرار يطلع من النادي الأهلي، لأن هو عارف أكيد مصلحة النادي أكتر واحد يعني. اللي حصل طبعا انتوا عرفتوا ان هو الاهلي اعتذر اولا عن البطوله العربيه بسبب المشاركات الكتيره للاهلي في دوري ابطال افريقيا والدوري المحلي. وبالنسبه للاجهاد على اللعيبه، طبعا مارسيل كولر اتعرض عليه الامر على البطوله العربيه، هو رفض المشاركه علشان يحافظ على اللعيبه، مش عشان الفلوس، لان هو طبعا مش بيهمه الاهلي في المقام الاول الاموال اكتر ما بيهمه ان هو يكافح في البطولة عشان يقدر ان هو يكسب البطولة. طبعا الاهلي اخر قرار حسم الاستمرار في كاس الرابطة. طبعا هو الاهلي حاول يأجل مباراة المصري، معرفش. طبعا كاس الرابطة الاهلي كان المفروض يلعب مع المصري يوم 27، والاهلي عنده مباراة الهلال السوداني يوم 1/4. طبعا كان لسه متحددش يوم 31 او يوم 1. طبعا الاتحاد المصري او الرابطة رفضت ان هي تأجل مباراة المصري، فالاهلي اعتذر عن البطولة ان هو مش هيقدر يلعب، لان عنده كمان اللعيبة الدولية اكتر من 17 لعيب مشترك في المنتخبات الاول والشباب وغيره وغيره. فطبعا الاهلي مش هيقدر يلعب المباراة ديت لظروف ان كل اللعيبة بتاعته في المنتخبات، واتحدد لها يوم 27، ويوم 27 ده طبعا الاهلي طبعا مش هيقدر يلعبه علشان اجهاد على اللعيبه قبل مباراه مهمه جدا اللي هي مباراه الهلال. طيب احنا بنشيد اولا بقرار الخطيب، طبعا ديت حاجه في صالح النادي الاهلي عشان يقدر ان هو يركز في مباراه الهلال دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله ربنا يسهل بالصعود ان شاء الله. النقطة التانية اللي طبعا بنشكر الجهات الأمنية إن هي قدرت النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي. طبعا هيئة استاد القاهرة قالت إن الملعب هيكون متاح للنادي الأهلي، لكن الساعة الأمنية أو الساعة الكاملة هتكون مع الأمن مشكورا طبعا يا جماعة. الساعة الأمنية للنادي الأهلي أو للجمهور اللي هيحضر إن شاء الله مباراة الهلال هو 50,000 متفرج. طبعا احنا كنا بنتمنى إن يكون الجمهور أكبر 70 أو 80,000، لكن الحمد لله 50,000 ديت مش قليلة، كويسة بالنسبة للساعة الجماهيرية، وإن شاء الله يكونوا وصول جوه الملعب. طبعا استاد القاهرة بيكون مقبرة الفرق الأفريقية اللي بتيجي تلعب فيه مع الجمهور الكبير اللي بيكون موجود، بيحصل رعب لأي فريق يلعب أفريقي في الاستاد القاهرة. طبعا حابب برضه أتكلم عن نقطة مهمة جدا. فريق الهلال السوداني هو مش بيعمل حاجة غير إن هو بيطلع تصريحات وشكاوي بس. فريق الهلال السوداني بعت للاتحاد الافريقي شكوى ضد النادي الاهلي. طبعا هو مش النادي الاهلي بصفه خاصه، بيشتكي الجمهور، جايب فيديوهات متصوره من اليوتيوبر الاهلاويه وغيره وغيره من الجمهور اللي بيعلق على مباراه الهلال ان هو هيعمل فيه وهيعمل زي ما حصل معانا في السودان، وبيشتكي بيقول ان انتوا مش قادرين توفروا لنا الحمايه الامنيه والعداله ان احنا نلعب في ملعب محايد مش ملعب في استاد القاهره. طبعا كل اللي هم بيعملوه ده كله وش على الفاضي وتصريحات فقط، لكن احنا مش بنشوف منهم حاجه في الملاعب. الدليل على كده ان هو ما خدش اي بطوله افريقيه في حياته يعني من ساعه ما تاسس النادي الهلال. طبعا احنا بنتكلم عن نادي الهلال، ناس محترمه وجمهور السودان جمهور محترم، لكن احنا بنتكلم على التصريحات اللي بتطلع لمسؤولين حاليا الموجودين حاليا في النادي الهلال. مسؤولين يعني تصريحات كلها يعني اقل اللي هو يتقال عليها ان تصريحات صبيانيه. انت مش عارف تكسب في الملعب، مش عارف ان انت تنافس منافسه شريفه، عمال تطلع تصريحات وخلاص. ان انت بتشتكي اول مره يا جماعه يحصل في التاريخ ان فريق افريقي يشتكي فريق افريقي اخر للاتحاد الافريقي علشان خاطر جمهوره بيتوعد الجمهور المنافس ليه ان هيلعب في مصر ان هم هيعملوا معاهم زي ما حصل معانا في السودان.
دي ما حصلتش ولا هتحصل. يعني انا اعرف ان فريق او مسؤولين لفريق افريقي يشتكي فريق تاني للاتحاد الافريقي عن تصريحات مثلا منسوبه لبعض المسؤولين فيه، عن احداث حصلت بينهم وبين بعض، عن الاقامه، عن السفر، عن غيره، عن اي مشكله بتحصل. لكن اول مره ان فريق افريقي يشتكي فريق اخر للاتحاد الافريقي عشان خاطر جمهور يبقى توعد الجمهور الاخر على اليوتيوب وغيره وغيره. طبعا احنا طبعا بندعم كل اللعيبه اللي هتيجي وكل الجمهور السوداني لو هيحضر. احنا طبعا بنتكلم معاهم، احنا نلعب معاكم كوره فقط، لكن مفيش اي حاجه خارج الملعب. وده دورنا كجمهور الاهلي، ان هو يوعي الجماهير. لو في اي جمهور مشاغب ممكن يحضر، احنا بنوعي كل الجمهور. احنا يا جماعه هنلعب معاكم كوره فقط. يعني احنا اللي حصل معانا في السودان هنرد عليه جوه الملعب فقط، لكن مش خارج الملعب. وان شاء الله تكون مباراه كويسه بالنسبه للنادي الاهلي، ويستطيع ان هو يصعد لدور الثمانيه، ويكون فنيات المباراه عاليه تليق بالفريقين. استاذنكم بس اشتراك في القناه ولايك وشير للفيديو ده على كل الصفحات الاهلاويه، علشان ندعم كل الفريق الموجود او كل اللعيبه اللي هتلعب ان شاء الله مباراه الهلال، وان شاء الله ربنا يعوضنا بالمكسب. شكرا للمشاهده.